عبد الله ولي عهد. حينما مات فهد كان هناك وضوح، عبد الله ملك وسلطان ولي عهد، ما في كلام يعني سلطان ولي عهد. الآن مات سلطان ومات نايف، وجابوا سلمان عنده الزهايمر وما يدري عن شيء بالدنيا. آسف، هو بالمناسبة دائما يسألون الناس عن الزهايمر يقولون هذا هو يتكلم طبيعي وشو الزهايمر. بالمناسبة ودي أركز على هذه النقطة، ورجاء ركزوا حتى ما حد يعيد علينا السؤال. الزهايمر يتكلم طبيعي، يتعامل مع الناس طبيعي، يوجب الناس، يسلم، يروح ويجي. كل من يعرفه من قبل أن يصاب بالزهايمر عادي، كل ممارسة يمارسها قبل الزهايمر يمارسها عادي، يقرأ، يكتب، يتكلم، يلبس، يطلع في مظهر طبيعي، كل هذا عادي، ما عنده مشكلة فيه. إشكالية عند الزهايمر هو في الذاكرة الحديثة، يعني الذي يسمعه الآن بعد 3 دقائق أو 5 دقائق ينساه، وهذا يؤدي إلى أن قدرته على القرار تصير صفر. يعني يجلس في اجتماع مثلا ويناقش حاجة في هذا الاجتماع، ما يعني كلما مرت 5 دقائق انتهت الذاكرة، مسحت الذاكرة التي قبلها، فيجب أن يجدد معه الكلام. إذا لا يستطيع أن يجمع معلومات يبنيها يراكمها على بعض حتى يصنع بها صورة ويتخذ تجاهها قرار. هذا هو مرض الزهايمر. لكن عادي يسلم على الناس ويروح ويجي ويتكلم ويعرف فلان هو يعني هذا الزهايمر. يعني قد يتقدم التلف الدماغي إلى درجة أنه ينسى حتى الماضي، هذا شيء ثاني ما له دخل بالزهايمر. الزهايمر هو ما وصفته، هو الذاكرة الحديثة، وهذا الذي يؤدي إلى أن قدرة الذي عنده الزهايمر رغم أنه يبدو طبيعي ويتكلم طبيعي ويتعامل مع الناس طبيعي، لكنه قدرته على القرار صفر. لا يصلح، لا يكون لا ملك ولا مسؤول عن أسرة ولا مسؤول عن مال ولا مسؤول عن شيء أبدا. ما يستطيع، ما يمكن أن يكون حتى مسؤول عن نفسه، ما يستطيع، لأنه لو يغير بيته مثلا ما يستطيع يرجع لبيته، لو يمشي في طريق ما يستطيع يوكد وين مشى وين جاء. فهذا وضع الأمير سلمان، ولذلك كلهم يعلمون أن استلام المسؤولية لن يحل المشكلة. يعني عبد الله لما استلم المسؤولية بعد فهد، عبد الله ملك أصلا قاعد يدير البلد له، هو الذي كان يدير البلد بعد فهد، فما كان في مشكلة. سلمان يعتبر في حكم الغائب، في حكم الشاغر، المنصب شاغر حقيقة، والتفاهم عليه تفاهم فقط لدرء الفتنة بيناتهم، وإلا ما المفروض لا يتم التفاهم عليه. هذا سبب إخفاء الخبر، عدم وجود تفاهم على من بعد الملك. الآن يبدو كما نشر في الإنترنت، يبدو أن متعب يريد أن يقفز قبل أن يعلن وفاة والده، فشكلت خلية أزمة، ويقال أنه هو الذي يقودها حقيقة، بينما وضع سلمان في الواجهة على أساس أنه والله هو ولي العهد، هو الملك الفعلي. وشو خلية أزمة إذا كان سلمان طبيعي؟ ليش يصير فيه قيادة جماعية؟ ليش متعب وسلمان؟ وطبعا الكلام هذا دقيق، الكلام هذا أنا شخصيا تأكدت من أنه دقيق. سلمان ومقرن ومتعب ومحمد بن نايف، هذا اللجنة تجتمع لها مدة الآن على أساس أنها تدير البلد خلال مرض الملك وتتعامل مع تداعيات وفاته. طيب إذا كان سلمان صاحي وملك يستطيع يدير البلد، شو اللي يسوي القيادة الجماعية؟ هذا فهد ما سوى قيادة جماعية، ولا يسمونه عبد الله خلال مرض الملك فهد 10 سنين مريض، وصل به الحال في آخر سنة مرة انتهى بالكامل، خرف إلى آخر درجة، ومع ذلك كان عبد الله هو الذي يدير البلد، ما احتاج إلى قيادة جماعية. فإذا القيادة الجماعية هذه دليل على أن سلمان لا يصلح عقليا لإدارة البلد، وأنه متعب. طيب أنت يا عبد الله، يا سلمان ولي عهد، ومقرن ولي عهد كما سموه، ونايف وزير الداخلية، أنت متعب ايش دخلك؟ يعني لا أنت الرجل الأول ولا الثاني ولا الثالث، أنت مجرد وزير في الوزارة. كيف تصبح شخصا مهما في هذه اللجنة؟ يعني في ناس من عيال عبد العزيز أكبر منك،
فيه مشعل وعبد الرحمن ومتعب، وفيه شو اسمه أحمد بن عبد العزيز، ما صاروا جزء في هذه اللجنة. ليش؟ لماذا تكون أنت؟ وفي ناس أصلا حتى من عيال عمك أكبر منك، يعني ناس مهمين. فإذا لو لم يكن مستفيدا من افتراضية أن أبوه حي، ما في فائدة. يعني لو كان أبوه ميت ما استطاع يفرض نفسه على هذه المجموعة، فهو يريد أن يسبق الزمن ويبادر ويفرض نفسه من الآن، حتى لو حصل شيء يتصرف كما لو كان أبوه حي. يمكن يعني طبعا مقرن باليد، يعني مقرن شخصيته أضعف من متعب بكثير، ومقرن هو الذي رتب، متعب وتويجي هم الذين رتبوا تعيينه ولي العهد. وسلمان كما ذكرنا. بقي محمد بن نايف. محمد بن نايف الآن يعني يقال أنه يناور، إما أنه يناور ويدعي التفاهم مع متعب، أو أن متعب فعلا أقنعه أن الاصطفاف معه أولى من الاصطفاف مع أحمد بن عبد العزيز، لأن أحمد لو استلم سيطرده. أحمد لا يحب محمد بن نايف، فلذلك أقنعه أن يصطف معه. مهما حاولوا ما راح يستطيعوا إخباء الخبر، يعني بكرة ولا بعده متى، يعني الخبر سيتسرب غصبا عنهم، وإذا تسرب وثبت وهم لم يعلنوه سيكون مو بس محرج، سيكون ضربة في هيبة الدولة، أن الناس كلها تعلم أن الملك مات والدولة لم تعلن أن الملك مات. يعني مثل ما لما دخل العراق الكويت 5 أيام الناس كلها تدري أن العراق، والسعودية ما علقت ولا تعليق، ولذلك ضرب هيبة الدولة ضربة عنيفة. أنا أذكر اللي من أعمارنا اللي كانوا في تلك الفترة نذكر جيدا كيف أن هيبة الدولة تقريبا انتهت، يعني استمرت، احتاجت الدولة وقت عشان تستعيد هيبتها. لماذا؟ لأن في قضية مركزية في وضع البلد لم تحسن التعامل معها وأخفتها، والناس يعرفون. البي بي سي تتكلم، والصوت أمريكا يتكلم، ومونتي كارلو تتكلم، والسي ان ان تتكلم، وهذول ساكتين. طيب يا جماعة كلنا ندري، يعني لماذا هذا الصمت عن قضية كل الناس يعلمون عنها؟ ولا نفس الشيء، يعني بكرة يعني يتسرب ويصبح محسوم أن الملك ميت وهذول ساكتين، ما لها تفسير إلا أنهم ما قادرين يحلوا مشاكلهم. فيتأكد ويتيقن الشعب أن هذولا بينهم خلافات كبيرة. كلما أخروا إعلان الوفاة كلما اقتنع الشعب أن هؤلاء بينهم خلافات كبيرة، وكلما ازدادت قابلية الشعب لأن يسعى للخلاص منهم، لأنه أصلا كما ذكرت عدة مرات أن الناس أصلا لم يعودوا يؤمنوا بأن السعود لهم شرعية دينية ولا شرعية إنجاز، ولا هم سبب في وضع البلد الجيد لأن وضع البلد سيء، ولا هم سبب في القضاء على الجريمة ولا المخدرات، لأن وضع البلد بطالة وجريمة مخدرات وفقر وسكن ما في وخدمات تعبانة إلى آخره، وتفرقة عنصرية وتفرقة اجتماعية وظلم وطغيان وفوضى وفساد مالي وفساد إداري وفساد أخلاقي وكفر وفسوق وعصيان إلى آخره. طيب لماذا؟ يقول لك والله على الأقل هم رمز وحدة البلد، ما نبي التفكك. طيب إذا استقر في وجدان الناس أنهم هم سبب الخلاف في البلد، حينئذ كيف تعيد الثقة عند الناس فيهم؟ ما عاد أحد يستطيع يدافع عنهم أو يقتنع فيهم أو أصلا يفكر بالولاء لهم. هذا يعني الكلام أضيفه إلى ما قلته سابقا. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى لها علاقة بالموضوع. الأسبوع الماضي تكلمنا عن إرث آل سعود، يعني آل سعود سيتركون إرثا قبيحا، إرثا في مؤسسات، أختصرها بسرعة، في مؤسسات أصلا أقيمت ليست لخدمة البلد ولكن لخدمتهم، وفيها كادر ضخم من المنتفعين بآل سعود. يصعب إعادة ترتيب هذه المؤسسات، لابد من جهد هائل لإعادة هذه المؤسسات. النقطة الثانية أنهم يتركون عدد هائل من المنتفعين من غير هذه المؤسسات، ناس أصلا يعني من شيوخ القبائل ومن الأخوية ومن المثقفين ومن الكتاب ومن الإعلاميين ومن مشايخ الدين، ما هم جزء من المؤسسات الحاكمة، ما هم جزء من الديوان الملكي ولا من الإمارات ولا من الوزارات، هم أصلا شخصيات عادية لكنهم مبثوثين في المجتمع وأصبحوا طفيليين بالآلاف. بقاؤهم يضر المجتمع لأنهم
يسعون لإعادة مثل هذه الأنظمة المنحرفة الظالمة المستبدة. النقطة الثالثة كذلك هي مفاهيم